السلام عليكم. لو معاك ايباد ومعاك ماك وعايز توصل شاشة الايباد على الماك تعمل لها شير سكرين علشان مثلا تعمل لها شير على برنامج مثلا زي الزوم او الميتنج زوم، بحيث ان انت تظهر شاشة الايباد على الكمبيوتر عندك. والطريقة دي علشان انت تعملها انا بحثت كتير جدا على برامج بتعمل حاجة زي كده، ولكن في منهم بفلوس في منهم غالية جدا، واللي ببلاش منهم هتلاقي جودة شاشة الايباد على الكمبيوتر مش كويسة، حاجة رديئة جدا جدا. انا النهاردة اكتشفت ان انت تقدر تعمل حاجة زي كده بكل سهولة بجودة عالية جدا، كمان ببرامج ابل الاصلية وكمان مجانية. انت من غير ما تشترك ولا تتعب نفسك ولا تنزل اي برنامج حتى ثيرد بارتي علشان تعمل حاجة زي كده. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نشير شاشة الايباد عندنا على الكمبيوتر عندنا، كمان نقدر ان احنا نشغل كاميرا الموبايل نصور بيها زي ما انا بصور من كاميرا الموبايل ده دلوقتي كده، بصور من كاميرا الايفون وانا حاططها من غير ما اوصل اي سلك. اولا بالنسبة لتوصيل الايباد بتاعي على الماك، بكل بساطة انت هتحتاج كابل يو اس بي. طيب خلينا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجة هنوصل الايباد عندنا باليو اس بي بالشكل ده كده، وصلنا الايباد. بعد كده هنوصل الكمبيوتر عندنا باليو اس بي بالشكل ده كده. احنا كده وصلنا الجهازين ببعض، بيشحن اهون وتمام. بكل بساطة هنا هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا على الكمبيوتر وادوس افتح برنامج اللي اسمه الكويك تايم بلاير، وده البرنامج الفيديوهات الشهير جدا لابل المجاني طبعا. اول ما افتحه هيديني كده الشكل دون اللي هو الفايندر. من فوق هنا هلاقي الكويك تايم بلاير، هاجي عند فايل وبعد كده هدوس نيو موفي ريكوردر وبعد كده هدوس عليها. اول ما ادوس على نيو موفي ريكوردنج هيفتح لي اوتوماتيك الشاشه زي كده فيها الكاميرا بتاعه الماك نفسه. طيب ومن هنا اقدر ان انا اعمل ايه بقى؟ من هنا لو انا جيت هنا تحت على السهم اللي تحت هنا دون وجيت دوست على السهم ده، هلاقي هنا كاميرا الماك بوك برو ده اللي انا شغال عليه اهو، الميكروفون اقدر اختار من هنا. تعالى بقى انزل لي تحت كده هلاقي سكرين وسبيكر، اقدر ان انا اشغل السكرين من عندي هنا مكتوب احمد ايباد. لو جيت دوست كده على احمد ايباد سكرين، لو جينا نبص كده مع بعض دي شاشة الايباد اهي، ودي ظاهرة عندي على الكمبيوتر هنا. لو انا جيت عملت كده ظهرت عندي اهي، اقدر ان انا اشوف شاشة الايباد بكواليتي عالي جدا، تقريبا نفس كواليتي الايباد مش فارقة كتير على الجهاز نفسه على الكمبيوتر هنا نفسه. واقدر من هنا كمان اقدر ان انا اسجل بقى. لو انا عاوز اسجل هدوس على الزرار الاحمر ده هيسجل الشاشه بتاعه الايباد نفسها دايركت على طول على الكمبيوتر. ولما اجي اسيف مش هيسيفها على الايباد، هيسيفها دايركت على الجهاز عندي هنا. وهنا كده لو انا عاوز ان انا اخلي التليفون بقى هو اللي يشتغل، يعني لو انا هنا جيت هنا على برنامج الكويك برضو بلاير عندي هنا، اقدر انا اختار من هنا الموبايل عندي ده اسمه الموبايل عندي هنا ده لو انا عايز الكاميرا بتاعت الموبايل هي اللي تشتغل. يعني لو دوست كده بص هنا كده ظهر عندي اللي هي كونكتد تو احمد ماك بوك برو، هنا ظهر عندي الكاميرا. يعني لو حركت التليفون بالشكل دون ظهر عندي الموبايل، لو جبته عندي عليا كده مصور اهو من الموبايل. يعني هو كده استخدم شاشة التليفون او استخدم كاميرا التليفون كأنها كاميرا بيصور بيها. كمان اقدر ان انا اشير بقى السكرين. يعني انا جيت هنا على سكرين وجيت على اسم الموبايل عندي بتاعي، هقدر ان انا لو انا دوست قلاوي هنا اقدر ان انا اشوف شاشة التليفون عندي. انا كده شاشة التليفون عندي على الجهاز عندي من هنا بالشكل ده تمام. وهنا اقدر ان انا لو عملت كده سلايد كده عندي على الكمبيوتر هنا وكمان على الموبايل بتاعي من هنا. زي ما قلنا نقدر نستخدم الطريقة دي ان احنا نشير شاشة الايباد بتاعنا او الموبايل على شاشة الماك بكل سهولة من غير ما تحتاج اي برنامج تدفع له اشتراك او تشتريه ويكون الجودة مش حلوة لو حتى مجاني. فدي طريقة البرنامج اصلا موجود اصلا على الجهاز عندك اساسي تقدر تستخدمها اللي هو الكويك تايم بلاير. فجربوها، واللي يقف معاه اي حاجة يسألني في الكومنتس وان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت. اشوفكم في الفيديو جاي باذن الله تعالى. سلام عليكم.